أكلة فخمة كتير ممكن نحضرها للعزائم والعائلة باستخدام اللحم والخضار، خليكن معي تابعوا الفيديو للآخر وإن شاء الله الوصفة راح تنال إعجابكم. بالبداية في عندي 3 حبات من البصل أحجام متوسطة قطعتهم لشرائح سميكة بهذا الشكل. كيلو ونص من لحم الغنم، ممكن نستخدم لحم العجل بس الغنم أطيب. منقطعها لقطع متوسطة بهذا الحجم بمقلاية على النار. في عندي 3 كوب من الزيت النباتي. حطيت البصل بقلبها لحتى تدبل ويتغير لونها. في عندي كمية من التوابل الصحيحة: هيل، قرفة، قرنفل، ورق الغار، كمون حب. ونحط قطع اللحم ونقلبها لمدة 10 دقائق والنار لازم تكون قوية. بيسعدني وبيشرفني أعرف المتابعين من وين عم يتابعوني. شايفين هيك تغير لونها وبلش يطلع السائل منه، وبنغمرها بمي سخنة. المي هون عنا بدرجة الغليان. فضلا ندعموا الفيديو بلايك وتعليق، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. ونغطيها ونتركها لحتى تبلش تغلي. منشيل الرغوة والزفرة يلي طلعت منها. منغطيها ونتركها لحتى تستوي تماما، تقريبا بدها ساعة ونص. وهلا بدنا نحضر العجينة. بنحتاج لنص كوب من المي الدافية، ملعقة صغيرة خميرة فورية، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة ونص كبيرة من الزبادي يعني يوغورت. نخلط هدول المكونات مع بعضهم لحتى تذوب عنا الخميرة والسكر. بياض بيضة واحدة، وملعقتين كبار من الزيت الزيتون، ربع ملعقة صغيرة ملح. وفي عنا كوبين من الطحين. بضيف أول كوب وبقلبها بالملعقة، وبضيف الكوب الثاني وبعجنها بإيدي لحتى نحصل على عجينة ناعمة بهذا الشكل. ندهن العجينة والوعاء بشوية زيت وبنتركها تختمر ويتضاعف عنا الحجم. ومن بعد مرور ساعة ونص هذا هو اللحمة استوت عنا. هلا بدنا نحط ملعقة كبيرة مليانة من دبس البندورة يعني صلصة الطماطم. بدوب الصلصة. 4 حبات من البطاطا مقطعين قطعة كبيرة. حبتين من الفلفل الأحمر مقطعين قطعة كبيرة. حبتين من البندورة. و7 فصوص من الثوم. كمية الثوم اختيارية، ممكن نقلل أو نكتر على حسب رغبتنا. وهلا بدنا نحط الملح. أنا حطيت ملعقتين صغار. ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة كركم، نص ملعقة صغيرة هيل. نقلب كل المكونات مع بعضها لحتى يندمجوا. وهلا آخر مكون حطيت فلفل حار، هالشي أكيد اختياري، فينا نحطه وفينا نستغني. وبدنا نغطيها ونتركها لحتى الخضار كمان يستوي، تقريبا بدها 20 دقيقة وتستوي بهذا الشكل. ما شاء الله اللحمة دايبة ومستوية كتير منيح، والخضار كمان الريحة عبت البيت، الطعم كتير مميز. وبهاي المرحلة فينا نستخدم الفخار أو صينية الفرن على حسب المتوفر. أنا ما توفر عندي الفخارة، حطيتها بصينية الفرن. منرتب شكلها. هذا هو شكل العجينة من بعد الاختمار. منحط شوية طحين على سطح العمل، ونحط العجينة ومنمدها بالشوبك لدائرة كبيرة بتناسب حجم الصينية اللي عنا أو الفخارة. ونغطي الصينية بهذا الشكل. بالنسبة لمكونات التلميع بنحتاج لصفار بيضة وملعقة كبيرة من الحليب ورشة نسكافيه. نخلط هدول المكونات مع بعضهم وندهن العجينة. وآخر شي كتزيين حطيت لها رشة سمسم وحبة البركة. والصينية جاهزة لحتى تدخل الفرن. الفرن شغال على حرارة 180 درجة مئوية. بنشغل النار من فوق ومن تحت، وتقريبا بدها 15 دقيقة وتصير جاهزة. نرفع العجينة. ما شاء الله اللحم دايب والصوص كتير مميز. أكلة فخمة كتير، ممكن تجربوها للعائلة والضيوف. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو وحط لايك وتعليق. وإذا حبيت تجربوا الوصفة رح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. ما شاء الله اللحم دايب والخضار اخذ النكهة من اللحم والتوابل يلي فيها، نكهة كتير مميزة. إن شاء الله وصفة اليوم نالت إعجابكم، وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة وفي أمان الله.